مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الساخر مزبلة التاريخ. رقاص حتى هو، لكن عنده تلويزات من نوع آخر، مصنع الأخبار الكاذبة والافتراءات. دون كيشوت القادم من عهد البصري. رحبوا معنا بالمحقق علي المرابط، خريج مدرسة جيبيا فوموغول، والذي سيرافقنا اليوم بتحقيقاته المثيرة حول البنية السرية التي تخطط لقلب الأمور في البلاد. عندي سؤال أول، علاش سميتي راسك المرابط؟ سميتي المرابط حيت اي حاجه في العالم كربطها بجوج ديال الاسماء، الحموشي وياسين المنصور. بارك الله تبارك الله. وديك السلوقية ديالك ما ناويش تربط علينا شوية؟ نعم، والو، غير كنرحب بيك في مزبلة التاريخ. كيما كتسمع في مزبله التاريخ، وهذه اول مره كنشوف. اه 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 راه من شحال هادي وانت فيها، غير ما كنتيش عايق. هذاك الكاميرامان راه من البوليس السياسي، وهذا القهوه اللي حاطين لي راه قهوه مسمومه. ناري بدينا. قول لنا السي المحقق، شكون اللي كان السبات؟ اي حاجه واقعه في الدنيا سببها الحموشي وياسين المنصور. البوليس السياسي السري داير حاله في العالم. انا عندي معلومات ومصادر موثوقه كتقول انهم باغيين يسيطروا على العالم. ونزيد، واش عارف القضيه ديال فنتيباري كودو؟ عندي معلومات تفصيليه ان كودو تم اختطافه من طرف البوليس السري بقياده الحموشي والمنصور. كيف ما كتشوفوا البارانويا عند مرابط وصلت لمراحل خطيرة. فاش تعديتي على ذلك الطفل اللي كان السبب في فجر عليك من السفارة المغربية بالأرجنتين؟ الطبيب النفسي ديالك كان قال في التقرير أنك خاصك تدخل المصحة قبل ما تولي خطر على راسك وعلى الناس. هي دخلت الاعلام المغربي ودرت جريده. هانتوما شفتوا معايا علي المرابط، حكايات وشطحات وتلويزات بين الواقع والخيال. إلى حلقة قادمة نترككم مع الفريق اللي دار طلعوا مارش. بوليس سياسي سري بغى يدير الفريق، لكن ما من طاحو.